السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة أبو زيد. لو أول مرة تشرفوني في قناتي ياريت متنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو مشتركة بالفعل ياريت متنسيش لايك للفيديو وكومنت حلو منكم وشير عشان الكل يستفاد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض وصفة المستعجلين. أيوة دي وصفة المستعجلين، كلنا بنحب الأكلات السريعة اللي بتبقى تاخد وقت بسيط كمان، وخصوصا في الصيف علشان الحر بتاع المطبخ والبوتاجاز. معايا هنا زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه من السمن البلدي وحطيت عليهم شويه من الزيت وبداوا يسخنوا كويس جدا. معايا هنا بصلتين كبار مقطعاهم شرايح جوليان او شرايح رفيعه جدا. زي ما انتم شايفين كده قلبت البصل لحد ما اخد معايا اللون الذهبي الحلو ده، عشان يديني كرمله كده حلوه قوي للكبده. معايا هنا كبدة بلدي متقطعة شرايح رفيعة بالطريقة دي، كبدة مع كلاوي مع قلب. وبعدين نزلت بالكبدة طبعا الوok او الطاسة اللي انا شغالة فيهم بيكونوا سخنين كويس جدا. بدأت ان بشوح الكبدة مع البصل زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم بالشكل ده. طبعا النار معايا عالية علشان ما تنزليش اي سوائل وتكون الكبدة معايا تكون طرية مش ناشفة. معايا بقى هنا زي ما انتم شايفين اهوت هتبدأ تاخد لون، او ان هي طبعا بتاخد صدمة على كل جنب كده من الكبدة. الكبدة طبعا من الاكلات والوصفات اللي ما بتاخدش وقت كتير على النار، زيها زي الجمبري وزي السجق وزي حاجات كتيرة جدا بتبقى عايزة وقت مثلا 3 دقايق وتكون الوصفة بتاعتنا جاهزة، او الغدا بتاعنا يكون جاهز. الكبدة زي ما انتم شايفين كده بعد خلاص ما شوحتها بنزل هنا بقى معلقة صغيرة من التوم الفريش المفروم، وهقلبهم لحد ما التوم اشم ريحته كده واحس ان خلاص هو تجانس مع كل الحاجات اللي موجودة معايا هنا على النار. هنعمل الكبدة بطريقة حلوة قوي، وكمان طريقة بجد هتاخدها لطعم تاني. كل تركاية وكل خطوة بنعملها هتاخد الكبدة بتاعك لطعم تاني خالص. بجد هتاكلي الكبدة دي وتقولي ان انا لازم اعملها كل مرة بالطريقة دي. نزلت هنا بمعلقة صغيرة من بهارات الكبدة اللي بنشتريها من الاكياس بتاعة الماركت، وحطيت معلقة صغيرة من الملح وحطيت رشة من الفلفل الاسود. تمام كده وقلبته. وهنزل هنا برضو بشوية من الكزبرة الناشفة واقلب كل التوابل دي مع الكبدة والبصل والثوم. وهنزل هنا بمعلقتين كبار من الخل. الخل برضو بيدي للكبدة طعم حلو وفي نفس الوقت بيخليها لونها فاتح وما تغمقش لو بردت معايا. معايا هنا بقى الفلفل، حابة تحطي كمية الفلفل زي ما انت حابة. انا حطيت هنا شوية فلفل حلوين زي ما انتم شايفين كده علشان تكتر لي الكبدة هي والبصل. وطبعا زي ما انتم شايفين الخضار طبعا بيبقى مفيد، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك لو الكميه بتاعتك من الكبده قليله البصل والفلفل هيكتروا لك الكميه وتكفي عيله بحوالي 5 أو 6 أفراد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده ما قلبت الكلام ده مع بعضه بنزل هنا بمعلقتين كبار من الصويا صوص. وبجد الصويا صوص مع الخل مع الليمون مع الكبدة والبصل والفلفل والثوم والكلام الحلو الجميل ده كله بجد بجد هتاخدها لطعم تاني. بجد طعم الكبدة يعني قمة في الروعة، قمة في الروعة. شايفين بقى الليمون؟ انا هنا خلاص طفيت البوتاجاز فهنزل هنا بقى بليمونة كاملة. انا هنا وانا بعصر نص ليمونة بس انا حطيت ليمونة كاملة لان بجد الكبدة بيبقى طعمها حلو قوي مع الليمون. زي ما انتم شايفين هنا انا هحط هنا بس سايبه شويه صوص صغيرين زي ما انتم شايفين. وعملت هنا شويه من المكرونه الاسباجيتي بالصلصه. تقدري تعملي رز بالشعريه، تقدري تاكليها مع عيش وشويه سلطه طحينه وشويه بطاطس محمره، ويبقى احلى غدوه واسرع غدوه بجد حلوه قوي. شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي؟ بجد طعمها حلو قوي. انا عايزاكي تجربيها حرفيا هتعتمديها على طول. والطبق بتاعنا القمر اللي انتوا شايفينه ده شايفين قد ايه جميل، حاجة تفتح النفس وكمان سريعة. جاية من الشغل تعبانة، شايفين جاي من الشغل تعبانة مش حابة تعملي حاجة، مش حابة تقفي في المطبخ كتير، كنت بتشتغلي في البيت واخد منك وقت ومجهود كتير، تقدري تطلعي الكبدة وفي ثانية تعمليها زي ما انتوا شايفين كده. عملت الغدا بتاعنا ده اخد معايا حوالي 3 دقايق بس. في احنا كلنا عارفين ان الكبدة من الاكلات السريعة.
شايفين الجمال، شايفين التحفة، شايفين الصوص بتاعها، بجد طعمها حلو قوي. انا ولادي اكلوها بيقولوا لي يا ماما الصوص طعمه يجنن، طعمه حلو قوي مع العيش او مع المكرونة. شايفين الجمال، شايفين الالوان، ما شاء الله اللهم بارك، شكلها وطعمها تحفة، وكمان ريحتها، وكمان عايزاكي تجربيها وتقولي رأيك فيها وتكتبي لي كومنت حلو كده منك وزيك تمام. انا هسيبكم بقى مع الفيديو وانتوا شوفوا بقى الجمال والروعة دي. شايفين الجمال وشايفين تقطيعات الكبدة الرفيعة الحلوة دي، شايفين قد ايه هي جميلة ووصفة سهلة وبسيطة. يا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو عشان يرفع الفيديو، وكمان غيرنا يستفاد، ولايك وشير وكومنت حلو كده. كانت معاكم أميرة أبو زيد، واشوفكم في وصفة جديدة، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.